اتعادل مع غزل المحلة في أسوأ مباريات النادي الأهلي على الإطلاق. النادي الأهلي لعب، ولكن ما أداش نتيجة. هو لعب وكان في كرات بتروح في العارضة بس ده طبعا ما بيتناسبش مع حجم النادي الأهلي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لأن النادي الأهلي فيه لعيبة على أعلى مستوى. النادي الأهلي حاليا فيه لعيبة على أعلى مستوى. عندنا زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، لعيبة كبيرة يعني، إمام عاشور. النادي الأهلي بداخله لعيبة كبيرة. فالأداء اللي بيتلعب بيه حاليا أو اللي بيلعب بيه النادي الأهلي لا يناسب حجم أو فريق النادي الأهلي. طيب، هي اللعيبة كويسة، ولكن محتاجين تنظيم داخل الملعب، وريبيرو مش عارف ينظم النادي الأهلي. خلينا نكون صراحة، ريبيرو مش عارف ينظم النادي الأهلي. وطبعا النادي الأهلي بيقدم بشكل غير مقبول في أرضية الملعب. النادي الزمالك غالب المباراة اللي فاتت، والنادي الزمالك بنلاحظ تطوره بشكل ملحوظ، وبنلاحظ ان نادي الزمالك بيعمل فارق في الفترات اللي فاتت دي. ودي طبعا بدايات. وطبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي لما يبدأ بمستوى في النازل، ده طبعا بيبقى بشرى ان احنا هناخد الدوري. لما الزمالك بيبدأ بمستوى قوي، بنعرف ان الزمالك هيريح. دي قاعدة أساسية في كرة القدم. يعني انت مثلا عندك لما لعبنا دوري أبطال أفريقيا، لعبنا مستوى تحت الصفر وخدنا دوري أبطال أفريقيا. مش السنة دي، بتكلم على السنة اللي قبلها. فالنادي الأهلي كل ما بيبدأ ضعيف، ده بنعرف إن النادي الأهلي هياخد الدوري السنة دي وهيكسر الدنيا. ولكن احنا بناخد بالأسباب برضو، وعايزين نقول إن النادي الأهلي داخل الملعب ما كانش كويس، ما كانش في أفضل حالاته. تنظيم اللعيبة ما كانش في أحسن حاجة. فالنادي الأهلي محتاج فكر مدرب، مش مدرب. محتاج فكر مدرب، يعني محتاج ان ريبيرو يقعد مع نفسه ويعد اوراقه ويشوف الدنيا اللي يصلح واللي يمشي وهكذا. مش يمشي بره الفريق، لا، اللي يلعب واللي ما يلعبش، وهنحط ده فين وده هيلعب فين والكلام من ده كله. ده كله بيحتاج خطط. مدرب واعي محتاج خطط من مدرب دارس، محتاج خطط من مدرب عنده خبرة سابقة. تمام. فالأداء اللي لعب بيه النادي الأهلي النهاردة لا يناسب النادي الأهلي وحجم لعيبة النادي الأهلي. ف يا كابتن ريبيرو أو ريفيرو، أنت جهز نفسك، وعلشان الجمهور بيقلب في ثانية. جمهور النادي الأهلي بيقلب في ثانية، وهتلاقيه قلب عليك وجاب غيرك على طول. ده جمهور النادي الأهلي ما عندوش رفاهية ان هو يقول لا خليه وهينجح والكلام ده. النادي الاهلي جمهوره طماع، النادي الاهلي وجمهوره عايز بطولات. ده جمهور النادي الاهلي اللي احنا متعودين، اللي احنا اتعودنا نشوفه بالشكل ده. فلسه قدامنا في الدوري، احنا لسه في بداية الدوري، ولكن الاداء بتاع النهارده مخيب للامال، مخيب للامال. فتريزيجيه اول كرة في العرض، اللي بعديها في العرض. يعني العارضة كانت مع غزل المحلة النهاردة بطريقة اللي هي اوفر اوفر اوفر. فمجلس إدارة النادي الأهلي عايزين من وجهة نظري كان كابتن عماد النحاس كان كافي مع النادي الأهلي. دي من وجهة نظري أنا الشخصية. كابتن عماد النحاس كان كافي ووافي مع النادي الأهلي. ولكن بنمشي بقاعدة إن إحنا ما عندناش صبر إن إحنا نستحمل المدرب المصري. عندنا دي قاعدة متحاشة خالص من عندنا. احنا عندنا الأفضلية للمدرب الأجنبي. ولكن أنا كنت شايف إن عماد النحاس كان هيأدي بشكل كبير مع النادي الأهلي. ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي ليه رأي تاني، ورأيه يحترم، مقلناش أي حاجة.
ولكن دي من وجهة نظري، ان انا شايف ان كابتن عماد النحاس كان يصلح ان هو يدرب ويمسك الفريق نادي الاهلي. نادي الزمالك الموسم ده هيفوق، نادي الزمالك هيأدي في الموسم ده. نادي الزمالك ممكن ياخد بطولة او بطولتين، او ممكن ما ياخدش خالص يعني الموسم ده. ولكن النادي الاهلي احنا عايزين مستوى يليق بالنادي الاهلي، لان احنا عندنا بطولات كتير، بطولات عايزة مجهود كلها، من دوري أبطال أفريقيا للدوري لكذا لكذا لكذا، بنروح كأس عالم وكده. فعايزين مستوى يشرف النادي الأهلي، ومستوى يليق بالنادي الأهلي واسم النادي الأهلي. لأن اللي احنا شفناه قدام غزل المحلة ده لو فضلنا ماشيين عليه مش هينفع نهائي، مش هينفع نهائي. احنا أهم حاجة نلعب كورة، مش مهم النتيجة، نلعب كورة. والنتيجة مهمة برضه عشان نكون صراحة، ما انت مش هتلعب حلو وما تجيبش جوان، لا النادي الجمهور هيقلب عليك برضه. يعني كده لازما نتيجة، ولازم اللعب كويس يليق باسم النادي الأهلي. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم.